السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة احنا هننافس المحلات واحسن المحلات. هنعمل حاجة بسيطة جدا وجميلة جدا، في الشتاء هتدفيكي وفي الصيف بجد هتطري عليكي. هنعمل احلى طواجن ام علي بطريقة حلوة جدا وبجد هتعتمديها. اول حاجة انا معايا ربع كيلو من الملفيه، طبعا بيتجاب من عند اي حد مستلزمات حلواني، او في برضو في بعض المخابز برضو بتاعة الفينو بيبقى عندها برضو الملفيه. بيبقى نوعين، في اللي هو الابيض وفي اللي هو بالحبة الكاملة، يعني في ده وفي ده. انا جايبة اللي هو الابيض الملفيه العادي يعني. تمام. بملى الطواجن لغاية النص بس، زي ما انت شايفة كده. وربع كيلو الملفيه ده بياخد معايا كيلو من اللبن، او كيلو وممكن ربع او نص كوباية من اللبن. ممكن تحطيه بقى كده زي ما هو كده ومن غير مكسرات، وممكن بقى تضيفي المكسرات زي ما تحبي. انا عندي بقى زبيب احمر واسود، وعندي وشوية مكسرات بقى كده من عبارة عن بندق ولوز، عين جمل، او جوز هند لو عندك فول سوداني. اي مكسرات، او ممكن تخليه سادة زي ما هو كده او كده، بيبقى طعمه بجد حلو جدا. طبعا احنا ممكن نستغنى عن الملفيه ويبقى كرواسون سادة، وتقطعيه وتحطيه في الفرن ينشف شوية، وبعد كده بعد ما يبرد تبدأي تشتغلي فيه بنفس الطريقة. بس هو بالملفيه طعمه بيبقى جميل جدا. اللبن بتاعنا بقى كيلو من اللبن، وهحط عليه السكر على حسب الرغبة، وهقلبه واحطه على النار لغاية اما يوصل للغليان. تمام. بعد ما يغلي انا بعمل كمان كريم شانتيه. هحط سكر، معلقتين من السكر، ومعاهم اللبن، يعني حوالي نص كوباية لبن من اللي هي المج الكبير، او الكوباية الصغيرة دي يعني حوالي كوباية الا معلقتين كده. يعني اضربي عادي كريم شانتيه زي ما المقدار اللي انت عاوزاه. انا بوريكي المقدار اللي انا حطيته قد ايه. طبعا اللبن لازم يكون متلج عشان خاطر يعمل معاكي الكريم شانتيه ويرتفع معاكي. ولازم يكون سكر حبيبات مش سكر بودرة. انا دلوقتي حطيت الكريم شانتيه بعد ما دوبت السكر مع اللبن، وحطيت كمان معلقة من القشطة، وهقلب كل ده، وده هيبقى التغطية بتاعتنا بعد ما نحط اللبن. بالشكل ده بضربه لغاية اما بيرتفع معايا. تمام. ولو مش عاوزة تعملي كريم شانتيه، ممكن تعملي معلقة من القشطة مع لبن مع سكر وتقلبيهم مع بعض، ويبقى ده التغطية بتاعتك. بس بجد الكريم شانتيه بيبقى طعمه جميل جدا، وبيدي يعني بجد نتيجة حلوة جدا، والوش بتاعه بيبقى جميل جدا. لازم برضو ان اللبن يكون نوعه حلو جدا، ويكون يعني جاموسي، يعني جايبينه من السوبر ماركت وكده، مش في العلب، عشان هيديكي طعم احلى وهيبقى غني اكتر. هاخد بقى كده اللبن السخن جدا ده، وهحطه على الطواجن. انا بحط يعني اللبن، وبعد كده بسيبه شوية لغاية ما يشرب اللبن. بعد ما بيشرب اللبن برجع احط كمان معلقة كمان عشان خاطر ما يبقاش نشف قوي. زي ما انتي شايفة كده انا حطيت اللبن لغاية بس ايه يعني ظهر اللبن بس قدامي، مش اكتر من كده، لغاية الوش يعني في نفس السوا بتاع الملفيه. وبعد كده بسيبه. انا بعد ما بخلص اصلا الكمية كلها برجع تاني على اللي انا حطيت له لبن في البداية، بيكون خلاص شرب اللبن خالص بقى بالشكل ده زي ما انتم شايفين. خلاص في منه اللي شرب اللبن خالص، وفي منه اللي لسه. فانا بستنى، وبعد كده اللي بيبقى ناقص منه اللبن برجع بحط له معلقة لبن كمان، عشان يبقى بالشكل ده قبل ما احط الكريم شانتيه. زي ما انتم شايفين بيبقى في شوية لبن موجودين، ما بخليش اللبن يكون ما يعني اتشرب خالص يعني. تمام. طبعا الفرن بتكون سخنة جدا، وانا بكون مسخناها من قبل ما ببدأ، وبطفي عليها اول ما بحط الطواجن في الفرن. يعني انا بسيبها شغالة، وبحط الطواجن في الصاج بتاع الفرن زي ما انتم شايفين كده.
واول ما باجي احط الطواجن في الفرن بقفل الفرن واشغل الشواية. تمام. مش باحطه في الفرن على طول، يعني مش عايزة الفرن تكون شغالة في الوقت اللي انا هحط فيه الملفيه ام علي. تمام. انا عندي سكر بودر باحطه كده على الوش، وده بيفرق جدا في ام علي، في طواجن ام علي بيدي وش حلو جدا ولون جميل، والسكر بيتكرمل بيبقى بجد تيست حلو جدا. بعد ما خرجوا من تحت الشواية بقوا ما شاء الله زي ما انتم شايفين، وزي ما قلت لكم السكر بيتكرمل وبيدي اللون الحلو الجميل ده. بجد هتعجبك أوي الوصفة دي، جربيها وهتعجبك وهتنافسي بيها احسن المحلات واحلى المحلات اللي انتي جربتي عندهم ام علي وعجبتك. جميلة جدا ما شاء الله. يا ريت بقى لو وصلتي معايا للاخر وعجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. وانا متأكدة ان الوصفة النهاردة هتعجبك. يعني بصي ممكن بقى تحطي اي حاجة بقى تزيني بيها، بس هو مش محتاج اصلا اي زينة. انا حطيت بس ايه شوية مكسرات بس على الوش. ممكن تحطي لو عايزة تزودي قشطة ممكن تحطي قشطة كده من فوق وعليها عسل ابيض، او ممكن تحطي ايس كريم، بولة ايس كريم. يعني ممكن تزيني زي ما انتي عاوزة، بس هي كده كده مش محتاجة اي حاجة. جميلة جدا وهتعجبك قوي. بصي بقى جمالها، اللبن دي هي كده لسه دافية. بصوا اللبن بتبقى جميلة جدا واللبن فيها بالشكل ده. ممكن تحطيه بقى بعد كده اول ما تهدى وتحطيها في التلاجة لو بتحبيها ساقعة، بس انا من عشاقها وهي دافية بالشكل ده، بتبقى جميلة جدا بجد. جربيها بالطريقة دي وكليها بقى مرة ساقعة ومرة دافية، وقوليلي رأيك بقى في الكومنتات، بتفضلي انهي طعم فيهم؟ الطعمين بيبقوا مختلفين. حلوة جدا ما شاء الله. يا ده شكلها بعد ما خرجت من التلاجة، على فكرة جميلة جدا ما شاء الله، هتعجبك جدا. يا ريت بقى ما تنسنيش في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد. شكرا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.